غالي على الله أنت، غالي على الله أنت. قال تعالى: دقق: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إله، هذه الحياة الطيبة فوق الظروف، فوق المعطيات، فوق الظروف الدولية الصعبة، فوق التهديدات، فوق الفقر، فوق نقص المواد، فوق انعدام فرص العمل، فوق غلاء البيوت. إله يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والله أيها الإخوة، والله الذي لا إله إلا هو، يكفي أن تقرأ القرآن كل يوم حتى يلقي الله في قلبك أمنا لا يزعزعه تهديدات أهل الأرض. مؤمن أنت، التعبير الدارج غالي على الله. أيها الإخوة، الآية هذه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. كان لي أستاذ قديما توفي رحمه الله، من عادته إن رأى شاب مستقيم يؤدي الصلوات، يغض بصره، يضبط لسانه، يبر والديه، يقول له: لا تخف، لا تخف، الله مهيئ لك زواج ناجح إن شاء الله، وسكن مريح، ودخل جيد. غالي على الله أنت. والله مرة واحد ضيفته قطعة جاتو، عمره 90 سنة، قطع أول لقمة وقبل أن يأكلها قال: سبحان من قسم لنا هذا ولا ينسى من فضله أحدا. والله يا أخوان، أتمنى كل شاب يتفاعل مع هالدعاء: ولا ينسى من فضله أحدا. ما حينساك، أنت عليك أن تطيعه فقط. دقق في هالآية: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، سوف تأتيك الخيرات من كل جانب. والدليل: استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أنت مهمتك أن تعبده، انتهت مهمتك. الله بيهيئ لك مكان معين، دخل معين، زوجة معينة، بيت معين. هذه المعاني أنا الحقيقة حينما أردت أن أعالج موضوع الخوف عند الصغار، أردت أن أنتزع الخوف من الكبار، وجدت لا بد من أن أنتزع الخوف من الأهل. الأب مقطوع قلبه، أب خايف، الأم كذلك. هذا الخوف بسبب الشرك الخفي، فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أخواننا الكرام، المؤمن متفائل. بتقول لي ظروف صعبة، تهديدات، ارتفاع أسعار، نقص مواد، شح بالمياه، حصار، تهديد، حروب أهلية. إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. أنا بضرب مثلين وكل مثل وحده كافي. يعني في مصائب كثيرة، المصائب لا تعد ولا تحصى، هي سبب الخوف. واسمعوا هذه القاعدة: توقع المصيبة مصيبة أكبر منها. توقع المصيبة هو في حد ذاته مصيبة أكبر منها. واحد انطلق بمركبته من دمشق إلى حمص، العجلة الاحتياط فاسدة، بيقضي هالساعتين بقلق شديد. لو صار معه فساد عجلة برك خلاص. إذن هو وصل لحمص سالم بس فقد الأمن. لو كان ابنه
أصلح العجلة وما بلغه، ما في عنده أسباب القلق بس عاش بقلق. دقيقة الفكرة، راكب مركبته متوهم أن العجلة الاحتياط غير صالح، لكن انطلق الساعة 5 صباحا، المحلات كلها مغلقة، بيقضي ساعتين بقلق شديد. لو أنه إحدى العجلات أصاب خلل خلاص. حالة ثانية، لو واحد انطلق إلى حمص وعنده وهم أن العجلة الاحتياط جيدة، هي بالحقيقة لم تكن جيدة، تمتع بنعمة الأمن من دون أسباب موجبة. الأمن حالة بالنفس، قد تكون فقير وعندك أمن، واحد عنده ملايين مملينة خايف. لذلك احفظوا هذه الآية: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. في لقطة بسيطة، أحد الصحابة الكرام قيل له: احترق محلك، أم قال: ما كان الله ليفعل. يبدو أنه واثق من الله، يؤدي زكاة ماله. احترق محلك، قال له: ما كان الله ليفعل. فلما ذهب إلى المحل وجد قد احترق محل جاره. أنت كمؤمن عندك يقين أن هناك مصائب كبيرة جدا أنت معافى منها. في لقطة من السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطي دواء ذات الجنب قبل أن يتوفاه الله، فغضب، قال: ذلك مرض ما كان الله ليصيبني به، ذلك مرض ما كان الله ليصيبني به. الملخص أنك إذا كنت مع الله ألقى الله في قلبك الأمن. فإذا الأب واثق من عطاء الله، واثق من حفظ الله، واثق أن الطاعة لها ثمار يانعة نفسية، واثق أن الاستقامة تنعكس شعور بالأمن. الآن الأب تمتع بالأمن، ممكن أن يقنع ابنه الصغير أنه: لا تقلق يا بني، كن مع الله ولا تبالي، إذا كان الله معك فمن عليك،